هل الكتب الدينية مصدر في الآثار المصرية؟ وهل احنا بندرس ناخد الكتب الدينية كمصدر في العلم بتاعنا ولا لا؟ تعال اقول لكم على حاجة حصلت من شوية عشان تعرفوا احنا ليه ما بناخدش الديانات كأثر او كمصدر. ليه بقى؟ تعال اقول لكم. كان في واحد كنت انا بتكلم عن ان تعقيب على حلقه او كلام الدكتور زاهي حواسي اللي عمره ما اتغير ومفيش اي اثري بيقول كلام عكس الكلام الدكتور زاهي حواسي قاله. فدخل لواحد يقول لي لا يا فندم القصص دي كذا كذا وخدي المقاله دي واقريها. الاستاذ ده مش عارفه اذا كان يهودي ولا مسيحي بس هو مؤمن بكتابه. فالمهم انا برد عليه وبقول له يا استاذ طيب لو كل قصة دينية ليها أثر، طب فين بقى سور يأجوج ومأجوج والمكان اللي محبوسين فيه؟ بما انكم يعني حسستوني ان انتوا لقيتوا كل الاماكن الاثريه ومش فاضل غير اللي موجود في مصر. فرح قال لي انا لا اؤمن بيأجوج ومأجوج. قلت له طيب يا فندم انت عايزني انا اؤمن بكتابك وانت لا تؤمن بكتابي، والدليل على ذلك ان انا لما اديتك كلمه انت قلت لي انا لا اؤمن باللي انت بتقوليه، طب خلاص انا كمان لا اؤمن باللي انت بتقوله. فاهمين؟ فهيحصل ايه بعد كده؟ انت هتجبرني على دينك وانا هجبرك على ديني، يبقى احنا كده خرجنا من الموضوع العلمي الاثري ودخلنا في ديانه مين اللي صح وديانه مين اللي غلط، لان اساسا حتى الديانات مختلفة في سرد القصص. بمعنى ان احنا عندنا مثلا قصة سيدنا يوسف ربنا ذكر فقط المرحلة بتاعة رميه في البئر ودخوله الى مصر، وبعد دخوله الى مصر جابوا اخواته والقصة انتهت على هنا. طيب سيدنا يوسف مات ازاي؟ طيب اخواته دول عاشوا ازاي؟ طب اخواته دول رجعوا؟ طب اخواته دول استمروا؟ طب هو اتجوز امرأة العزيز؟ طب هو ايه اللي حصل؟ ربنا ما ذكرش. طيب هل كلام ربنا غلط؟ لا، ما هو ربنا عايز الحته دي بس من سيدنا يوسف. في القصص التانية او في الديانات التانية مذكور التفاصيل التانية. طيب انا بقى دلوقتي اؤمن بمين؟ لا انا معلش بدام من الناحيه الدينيه انا اؤمن بدين. طيب نيجي لقصه تانية. ايه هي؟ ان احنا عندنا مثلا ستنا مريم. ستنا مريم بعد ما سيدنا عيسى اترفع وعند الاخرين والديانات الاخرى هو اتصلب، لكن احنا عندنا اترفع، فبالتالي انت هتيجي تناقشني في ديني وانا هناقشك في دينك، فاحنا الاثنين هندخل في حته سد. فاهمين الليله؟ مش هينفع، لان احنا عندنا دين بلا اثر وانتوا عندكم دين بلا اثر، لان اساسا جثمان سيدنا عيسى مش موجود عشان نقول هل هو اتصلب ولا ما اتصلبش، هل هو اترفع ولا ما اترفعش، طب هل هو سيدنا عيسى ولا مش سيدنا عيسى، وهكذا. لان الديانات يا جماعه مغلفه بقدسيه، ما ينفعش ان انا حتى الكلام اللي انا بقوله ده ما يصحش، في ناس ممكن تزعل منه، فبالتالي انا بسرده من اتجاه احنا ليه ما بناخدش الديانات كمصدر. طيب قصة تانية ايه هي؟ ان احنا عندنا سيدنا ادريس اسمه ادريس، طيب في الديانات التانية اسمه اخنوخ. طب معلش ده نفس الدين يا راجل متغير. طيب قصة كمان ايه هي؟ قصة سيدنا موسى من بعد ما حصل انفلاق للبحر، حصل بعد كده. طيب ليه بقى؟ عشان زي ما انا قلت لكم ربنا عايز لنا العظة من هذه القصص وليس وجود الاثر، ما كان ربنا قادر على انه يذكر التواريخ. ليه ربنا ما ذكرش التواريخ؟ ليه؟ لأن القرآن لكل زمان ومكان، مش مرتبط بفعل معين أو ناس معينة، هو ربنا بيدينا عظة. بمعنى مثلا ذكر سيدنا قصة قوم لوط عشان ناخد عظة حصلت فين وإمتى وإزاي، مش قصة مش هتفرق معانا، كل واحد ليه ديانته، ملناش إن إحنا نشكك في حد في دينه، لأن الدين ده أول حاجة في الحرية الشخصية. لكن الأثر لا، مفيش فيه حرية شخصية يا فندم، حضرتك ده أثر، يعني ناس بيتكلموا عن نفسهم، فبالتالي احنا ناخد الكلام اللي بيتكلموا بيه عن نفسهم. دينتك انت خليها لنفسك، والدليل على ذلك ان هم عندهم 2 فرعون، فرعون ميلاد وفرعون خروج، احنا عندنا قصه فرعون واحد بس مفيش ميلاد، فبالتالي انت هنا في نزاع. فانا لاحظت ايه يا جماعه في الفتره الاخيره؟ تعالوا اقول لكم. لما جيت قريت في الكتب المراجع لقيت ان العلماء الغرب مؤمنين اصلا بالكتب السماويه التانية، مش مؤمنين بالاسلام. فلاحظت ان هم بيدخلوا القصص الدينيه في الاثار. ازاي؟ في ان هم يقولوا لك اصل تحتمس ده هو اللي فرعون، اصل مش عارفه مين هو فرعون، ويستشهدوا بالكتب الدينيه التانية. فلا بقى من الاول كده بقى يا جماعه معلش، ما حدش دخل دينه في الموضوع، لان دي اثارنا احنا كمصريين.
نعرفها احنا، مش مفروض نعرف ديانات تانية. فهمتوا؟ مع احترامي الكامل للديانات. فعشان كده في العلم بتاعنا مفيش حاجة اسمها ديانات مصدر، هي آخر حاجة كمصادر هي، بعديها المؤرخين. عايزين تعرفوا ليه بقى المؤرخين مش بناخد بكلامهم؟ هقول لكم الموضوع ده في حلقة تانية.